خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يمسك القرآن ويتأتئ بقراءته، لا يحسن قراءته كما ينبغي، فكان يتألم ويبكي ويقول للقرآن معتذرا: شغلنا عنك الجهاد، ما عذرنا نحن. يروى بأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى كان يتلذذ ويقول: كلام ربي. هل نستشعر فعلا بأن هذا الكلام الذي نقرأه هو كلام الخالق؟ اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله في السراء شكرا، والحمد لله في الضراء صبرا. الملائكة تكتب كل الأعمال، فيقول العبد: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فثقلت على الملكان، أعضلت، كيف يكتبان أجرها؟ كيف جلال، شيء عظيم، جلال عظيم سلطان. فصعدا إلى السماء، قال: يا رب، عبدك قال مقالة لا نعلم كيف نكتبها، كيف نكتب أجرها؟ فيقول الله وهو أعلم بهم: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيقول الله: اكتبوها كما قال عبدي حتى يلقاني بها وأجزيه عليها. الحمد. الكثير حرم نعمة الحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أفضل الدعاء. الحمد لله أنه ربنا، الحمد لله على ما بنا، الحمد لله يجبر كسرنا، الحمد لله أنيسنا. اصبر، أجرك على الله. أجر الصبر عظيم لا تفرط به. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر يوم القيامة يصب عليه الأجر صب، يعطى الأجر بلا مكيال ولا ميزان. يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حينما يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارير حتى يأخذون مثل أجرهم على الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.